ما تقدر ومزاجك برتقالي وبنفسجي، شوف لك قهوه واقعد بيها. ذاك الاسبوع والد الطفله اللي سوت عمليه شفه ارنبه ادعى هذا الرجل انه السيده المديره مدرسه الحريري اللي حسب ادعاء انه هي اخت المعالي اخت الوزير ادعت انه ما تدخل الطفله والطفله عليها حجز، وادعت ايضا انه مدير التربيه وابو صحه بغداد الكرخ قال بهذا، وكنا ننتظر الرد من وزير التربيه. شوفوا معالي السيد حيدر المتحدث الرسمي بوزاره التربيه شلون رد علينا برساله الى احدى الاخوات في البرنامج. انطوني الرساله وانطوني اياها زوم يا همام، خلي العراقيين يشوفون شلون تعامل ما يسمون بالمسؤولين مع الاعلام وباي لغه يخاطبوننا. انطوني بالله الصور اللي دزها معالي حيدر، معالي الاستاذ حيدر مدير اعلام وزاره التربيه يعرض لنا الصف اللي سوته المديره ويتباهى به انه هذا الصف، ويكتب لي يقول لي تستطيع، طبعا هذا سمو الناطق الرسمي، تستطيع ان تميز بنت هذا المشتكي من الطلبه وفي اي صف تجلس؟ ليش انا مشكلتي العب ختيلان ويا ابنه المشتكي لو يهمني باي صف؟ قالت له البنيه ليش ما ترد؟ شوف العباره اللي جوا، انطيني هاي شوفوا العباره جوا اللي وقفوا، لا تنتظروا منا الرد. باوع اقروها يا ناس، هاي مسؤولين اخر وقت. رجالي اريد اخاطب سموك يا سياده المتحدث الرسمي، لماذا خالي لا تنتظرون منا الرد؟ مجد قاعد على بابك اني اتوسل متسول على باب وزاره التربيه، لو انت قاعد في برج عالي بحيث ما ترد. وليش ما ترد يمه؟ ليش ما ترد انت حضرتك؟ انت شنو واجبك؟ انت واجبك على قولة عادل امام كلمنجي، تتحدث باسم الوزاره وترد باسم الوزاره، وتدعي من يقول انه صاحب الشكوى على حق. ليش سموك وسعادتك حيدوري دزيت على صاحب العلاقه ودزيت على اخت المعالي وقعدتهم